يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين. على اللي حصل معايا على الصبح زي ما انتوا شايفين كده، ماشيه اتخانق مع نفسي. كنت رايحه اجيب طلب من جنب البيت، ودقيقه لقيت بنتي بترن. في ايه؟ الحق يا ماما، في ناس اتصلوا وجايين دلوقتي في الطريق، وتعالي بسرعه عشان تجهزي اكل ايه دلوقتي ده؟ انا ما صدقت ان انا اخلص من المشوار ده عشان ادخل انام. لا نوم ايه يا ماما وبتاع ايه؟ تعالي بقى بسرعه، شوفي يلا تعملي غدا ايه. واروح جايه من بره زي ما انتوا شايفين كده، وداخله على الفريزر. الفريزر تحت وفوق وفوق وتحت، ومش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أطلع حاجة، لأن الفريزر دايما لو حطينا الحاجة كلها فوق بعض مش بيسقع، فكل حاجة مرمية زي ما انتوا شايفين كده. المهم طلعت فرخة، قلت حلوة تكفي، قلت لأ مش هتكفي، طلع 2. طلعنا فرختين، وطلعت معايا كيس تاني، وقلت يا دوبك عشان يروح يكفي ايه الولاد. بنتي بتقولي في كيس لحمة، وقلت لها لأ سيبيه سيبيه، اللحمة غالية، سيبيها سيبيها ايه لأي مناسبة تانية، احنا هنطلع دول وكفاية. طب هطبخ ايه؟ هتعملي غدا ايه يا ميسة؟ والناس جاية عليكي والضيوف داخلين. يا حظك يا ميسة يا حظك. قلت لا لا، انا هطلع بسلة واطبخها بسرعة. بتعملي ايه ده كله يا ميسة؟ بعد بشوف كام كيس هيكفي. المهم رحت مطلعة البسلة زي ما انتوا شايفين، وجارية على المطبخ بسرعة، ويلا يلا بسرعة بسرعة. الحاجة طبعا متلجة، والناس فاضلها يجي 10 دقايق ربع ساعة ويدخلوا عليا. هعمل ايه؟ مين هيساعدني؟ مفيش حد. كل بنت من البنات مطنشاني، ورحت ماسكة الحاجة زي ما انتوا شايفين كده، لقيت الحاجة كلها تلج، ورحت فاتحة الكياس على الفراخ، قلت بحيث ان هي تلحق تسيح معايا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفراخ دي حلوة جدا ونضيفة جدا، وطعمها ما شاء الله عليه بصراحة جميلة جدا جدا، ونضيفة وبيضة وزي الفل زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي حاجة. تطلع من مكانها على الغسيل على الطبيخ على طول. ورحت ماسكة بسرعة حتى السكينة، مش عارفة في ايه بالظبط، حالفة ما تقطع الفرخة بسرعة. قلت لها لا ساعديني، خلينا نخلص، الناس داخلة علينا. هقطعها وانقعها في المية واغسلها واخليها زي الفل، وندخل على الغدا. بمناسبة انا ما بيكون جايلي ضيوف او ما بيجي اي حد في اي وقت، انا بشيلش هم الاكل خالص ولا هم الطبيخ. طب ازاي يا ميسة؟ ده الواحد بقى شايل الهم ومش عارف هيعمل ايه. هقول لكم ازاي. صلوا على النبي بقى، ومعلش استحملوني، انا عندي برد وانتوا عارفين برد الصيف عامل ازاي. استحملوني كده وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. كان الاول بنطلع بالثلاث فراخ ولا 4 فراخ ونشتغل. بالنسبه للظروف اللي احنا فيها دي والايام دي، طبعا قلت لا يا ميسة خليكي شاطره، هاتي الفرختين دول وقطعيهم وقسميهم وخليهم زي الفل. الولاد يا ماما هتلحقي تطبخي؟ ده انت قدامك 10 دقايق يا ماما. قلت لهم ما اطبخش ليه؟ انا قلت لكم انا ما بشيلش هم الطبيخ ولا بيفرق معايا. ما شاء الله بعمل الاكل كله بسرعه وما بياخدش معايا وقت، والصدر كبير زي ما انتوا شايفين كده. ورحت مقطعاه على 2، ما شاء الله شايفين عامل ازاي. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. وشايفين الفراخ، الصدر ما شاء الله عليه، ما شاء الله. الفرختين دول يكفوا عيله، صدقوني يكفوا عيله بحالها، احنا ما شاء الله عيله كامله، وكفونا وفاض منهم كمان. الاول كان ماشي، كان الاول بنطلع بالتلات فرخات زي ما قلت لكم ولا 4 ونشتغل. طب ما هو حرام يا جماعه، دلوقتي الاسعار والدنيا اللي احنا فيها ما تنفعش. المهم رحت جايه مشغله الحنفيه. طب اللي هيقول لي ميسه الميه، انا بحب الميه شغاله كده على الطير وانا بنضف فيه. المهم قعدت انضف فيها، وسامحوني بقى على صوتي، والله العظيم تعبانه وعندي برد، والجو حر والدنيا زي ما انتوا شايفين، وعمال اقطع في الفراخ والجو حر ونار، وعمال اقول يا حظي ايه الضيوف اللي اجوا على فجأة دول. ورحت جايه ماسكه الفراخ مقطعاها. شايفين الدبوسه يا جماعه عامله ازاي؟ ما شاء الله مليانه وجميله. طبعا النور قطع، ما عرفتش اكمل تصوير. اول ما النور اجى كملت معاكم تصوير. هنا كنت عايزه كيس شعريه عشان اعمل اكل بسرعه، واول ما جبت كيس الشعريه رحت حاطه
معلقة زيت، معلقة سمنة في الحلة. انا بحب الحله الالمونيا دي وبحب اطبخ فيها، عشان كذا مره كان متابعيني بعتولي: هي يا ميسه ما بتعمليش ليه في السيراميك؟ ما تعمل المره الجايه ان شاء الله يا جماعه. والله ان الاكل وحلاوته وكله بيطلع في الحلل دي. المهم حمرت الشعريه، طبعا كل شويه النور يقطع، مش عارفه اكمل شغل، ورحت نازله بالرز عليه، ورحت مظبطاه وحاطه عليه الملح. كده خلصنا الرز. يلا يا ميسه ضيوفك جايين في الطريق. ورحت حاطه معلقه زيت وسمنه في حله تانية، وبعت بنتي بسرعه قلت لها: اجري هاتي حته دهنه من عند عمك الجزار، اللي احنا دايما بنحب ناخد من عنده الدهنة اللي بيبقى طعمها وريحتها جنين، اكنك حاطه لحمه في الاكل يا جماعه. وانتوا طبعا ملاحظين ان انا بعرفش اطبخ اي اكل من غير دهنه. يا ميسه ده الدهنه غلط، قلت لكم كذا مره، سالنا كتير وعرفنا ان الدهنه دي احسن 100 مره من السمنه العلب اللي احنا بنستعملها. صلوا على النبي يا جماعه وادعوا لي كده بالشفاء. وجيت هنا بسرعه ورحت ماسكه الطبق الحلو ده ونازله فيه بالطماطم. قلت في ثانيه كده والبصلة تتحمر، خليكي شاطرة كده يا ميسة وسريعة. وإيه، واخلطي الطماطم في الكبة أو الخلاط اللي عندك. شايفين الطماطم تفاح، ما شاء الله عليها. فاضل لها شوية وتوصل الفراخ. المهم صلوا على النبي. ورحت جاية غاسلة الطماطم، عمالة أغسل فيها وأدلع فيها، ورحت جايبة الكبة ومقطعة الطماطم بسرعة. قلت اما الحق الكهرباء اما تفصل واعرفكم ايه اللي حصل في يومي. وطبعا خلاص فاضل 5 دقايق يا ميسة، عدوا منك 5 دقايق. طب ايه يعني يا ميسة ما تطبخي والناس قاعدة؟ ما انا هقوم وهقعد واقوم واقعد، انا عايزة اخلص الاكل بسرعة. طبعا ده كله والبصل على البوتاجاز، ربنا يسترها تكون البصل اتحرقت. طب اي حد كان ينبهني، لا ما حدش بينبهني. وشايفين الكولمان اللي ورا ده، ورحت ماسكاه. طبعا انا لسه هعمل عصير ولسه هحطه في الفريزر، ورحت ماسكه الكولمان غسلاه غسله زي الفل ساعه ما الكهرباء كانت قاطعه. رحت جايه حاطه فيه تلجه كبيره محترمه، ورحت عامله العصير وكباه في الكولمان ومجهزاه. يعني اي حد قاعد الا يعوز عصير، انتوا عارفين الجو حر طبعا ونار، هيروح واخد كوبايه عصير على الجاهز. يبقى انا كده ايه، ضيوفنا مضيفينهم وفي نفس الوقت احنا بنطبخ. والله يا جماعة بالنسبة لولادنا اللي طالعين وبالنسبة لبناتنا، إن الأكل ما بياخد وقت ولا بيتعب ولا في الكلام الفاضي ده خالص. بنات بس الأيام دي مطلعين متدلعين وبيكسلوا يقفوا. فالبنت فيهم لو دخلت تطبخ ممكن تطلع تاني يوم الصبح يكون ضيوفك مشيوا. المهم هنا نزلت معلقة فلفل أسمر، معلقة قرفة، معلقة كزبرة. بتحط كده على البسلة ميس؟ اه أنا بحب أحط كده على البسلة. وخليت الطماطم تغلي مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما بقول لكم كده، اوعوا يا جماعه تنسوا الاشتراك وتفعلوا الجرس، اعملوا لنا دعم يا جماعه. احنا بنشتغل والله العظيم وبنتعب، بنتعب كتير جدا، بس عايزين منكم دعم. تعملوا لنا اشتراك ومتابعه وتفعلوا الجرس. اه نسيتي ايه يا ميس؟ اه مرقه الدجاج. رحت بسرعه داخله على المطبخ اجيب مرقه الدجاج منه، لقيت صف كتير كده، قلت مش مهم هاخد منه واحده واحطها وبعدين ايه اكمل. ورحت نازله بمرقه الدجاج الحلوه دي. ميسه طبخت كله مرقه دجاج. انا بحب مرقه الدجاج يا جماعه، ما بتحبهاش بلاش منها ومش تستعمليها. ولا يقول لي ميسه انت بتحكي كتير وبتتكلمي كتير. اقول لكم والله ولا بحكي كتير ولا بتكلم كتير، بس الفيديو زي ما انتم شايفين بيبقى محتاج ان احنا نحكي ونشرح مع بعض ايه اللي حصل. انا مش داخله بس اقول ان انا عامله طبخه كذا ولا عامله كذا، احنا كلنا اهل مع بعض واخوات واصحاب وحبايب، فبنحكي اللي بيحصل معانا في اليوم. وجيت هنا نزلت البسله، قلت ما شاء الله هتكفي، ورحت نازله بيها بالميه الحلوه دي الساقعه اللي نازله من الحنفيه. قلت انقعها في شويه الميه دي عشان اجري ايه بسرعه اشوف التسبيكه واحطها فيها. ورحت بسرعه قلت اما اجري اروح اشوف التسبيكه عملت ايه. مش قادره اوصف لكم الجو حوالينا عامل ازاي، عباره عن نار، النار يقطع ويرجع يجي. ما بالكم بقى من الطماطم اللي في الحله وما بالكم من اي حاجه دلوقتي، لان احنا جايين ضيوف عايزين نخلص.
الاكل بسرعه. ونزلت بالبسله زي ما انتوا شايفين في الطماطم، وقلت تتسبك كده مع بعضها تاخد غلوه. اكون انا ايه، شفت الرز وشفت الفراخ هنعمل فيها ايه. يلا بقى كل واحد معايا يا جماعه وبيتفرج دلوقتي على الفيديو يعمل اشتراك ويعمل متابعه يا جماعه، ويا ريت تفعلوا الجرس. وهنا ابتديت ان انا اقلب في البسله، قلت استني شويه يا ميسه كده ايه ما تاخد غلوه مع بعض. وجريت على طول جبت الميه المغليه اللي انا ركناها في جنب، ما انا لسه هنزل ميه ساقعه مش هتستوي هتاخد وقت. ورحت نازله بالبسله ميه على البسله بسرعه، وقلت كده الحمد لله الرز استوى والبسله خلاص قربت اهي تستوي. نشوف بقى هنعمل ايه في الفراخ قبل ما النور يقطع علينا تاني. طبعا في انوار كده بتروح وتيجي على الحله، انتوا عارفين طبعا الانوار بتاعت رمضان، بنات طبعا معلقينها دايما مشغلينها لحد النهارده مش بيفصلوها. ورحت جايه هنا الطماطم دي لايه تاني يا ميسة، ما انت عملت التسبيك. هقول لكم احنا مش قلنا لسه ما عملناش الفراخ؟ طبعا احنا عايزين نعمل التتبيله بتاعت الفراخ. حطينا الطماطم والقرنين الفلفل اللي هنستعملهم. فين البصل يا ميسة؟ اهو افتكرت كنت هنسى البصل. ما هو كده ما بيكون داخل علينا ضيوف ولا داخل علينا حد دماغنا بصوا بتروح مننا خالص. ما انا كنت قاعده في حالي وقاعده كويسه. المهم رحت مقطعه الطماطم بسرعه والبصل والفلفل، ونازله بمعلقه كزبره على معلقه كمون على معلقه فلفل اسمر ومرقه الدجاج، مرقه الدجاج بتاعتي. ورحت نازله مرقه الدجاج زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا ايه اخلطها عشان ميسة خلاص كده الحمد لله خلصت اكل واحنا مع بعض. طب انت قلت في 10 دقايق يا ميسة والفيديو عامل 18 دقيقة، سامحوني يا جماعة يعني جيت على ال8 دقايق دول اعتبروا ان انا كنت بغسل فيهم الطماطم، اعتبروا ان انا كنت بخلط فيهم طماطم حتى. المهم طبعا ضيوفنا اجوا ووصلوا وانا كنت خلاص بعمل في التسبيكة بتاعت الطماطم. طبعا شايفين الحمد لله ما شاء الله وشي ازرق في احمر في اصفر من كتر الحر. ورحت جاية عاملة التسبيكة ودايسة شوية كده على الكبة بحيث ان التتبيلة تبقى حلوة. يا ميسة الكبة هتبوظ؟ لا مفيش مشكلة مش هتبوظ، هي حبيبتي وانا حبيتها ومصاحبين بعض وعارفة ان هي لازم تستحملني. انا عايزة الطماطم يا جماعة ما تبقاش حتت، عايزاها حاجة بسيطة. ورحت جاية ضربة الطماطم ونازلة بيها في الطبق. طبعا دي مش طماطم بس، دي التتبيلة طماطم وبصل وفلفل وكل حاجة. ورحت نازلة عليها بمعلقتين كده بابريكا من الحمرا عشان الطماطم تحمر معايا، لان انتوا شايفين الطماطم ما عادتش بتبقى حمرا زي الاول. صلوا على النبي يا جماعه وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا بنتي كانت عماله تنقر فيا وتقول لي الجو حر، ولا سيبيني باللي انا فيه. ورحت جايه عامله التتبيله، بصوا حاطين البابريكا وبرده لسه ما احمرتش. رحت جايبه الصينيه الحلوه دي وحاطه فيها معلقتين سمنه وحاطه الفراخ كلها في التتبيله. قعدتها يعني قولوا 10 دقايق ربع ساعه. واول ما قعدت معانا والله العظيم ريحه التتبيله كانت تجنن، ريحتها تحفه يا جماعه. كنت دايما متعوده ان انا اعمل الفراخ في الصينيه المدوره، كنت بعملها زي ما بقول لكم دايما في الصواني المدوره، وكانت حاسه انها كانت بتنشف في الصينيه كده والصينيه تقعد تنزل طماطم من الجوانب. قلت لا بعد كده والله العظيم دي فكره حلوه. طب انت عندك الصواني هي ميسه كبيره ومركونه، ما احطها تستوي براحتها والطماطم تفضل زي ما هي، لان الولاد عندي بيحبوا جدا الصوص بتاع الطماطم بتاع الفراخ اللي بينزل منه ده من التتبيله بيبقى تحفه. ممكن ما تطبخيش اي حاجه جنب الرز خالص او جنب المكرونه هتعمليها جنب الفراخ، كفايه الصوص بتاع الطماطم والتتبيله بتاع الفراخ بيبقى تحفه يا جماعه، غير لما بتحطي كمان فيها حته فحمه كده. هنا طبعا خلاص هانت كده، خلاص البسله على البوتاجاز والرز زمان استوى معانا، اكيد استوى الرز وشلناه كمان اهو على المطبخ من ورا اهو. وبقيت التتبيله دي نزلت بيها كلها على الفراخ، ممكن كمان تعينيها في كيس وتحطها في الفريزر
ولو عاوزة تعملي فراخ تاني تستعمليها برضو فيها. بس احنا قلنا ان احنا بنحب جدا الصوص بتاع التتبيلة ده، بيتاكل مع الرز او بيتاكل بالعيش. وممكن ما تطبخيش لو انت ما عندكيش الرز او عندك مكرونة في البيت، ممكن ما تطبخيش جنبه خالص وتستعملي العيش. صلوا على النبي. شايفين الصينية عاملة ازاي؟ اوعوا تنسونا، قلتلكوا احنا بنتعب كتير والله في الشغل، يعني في عز الحر ده اما نكون في المطبخ بالطرحة بهدومنا بكله، الجو نار يا جماعة. يا ريت تدعمونا. قلتلكوا طبعا المقطع بتاع التتبيلة واحنا بننزل بيها على الفراخ. شايفين الفراخ؟ بس والله النور قطع، انا كده بصورها لكم على الضلمة عشان كده الشمس حطيته بره كده قريب من الشمس عشان اقدر اصوره لكم، فهتلاقوا الشمس ضاربة في الفراخ. معلش بقى، بس المهم ان احنا كنا لازم نكمل الفيديو، فحاولت ان انا اصور كده والنور قاطع والجو في الشقة كان ضلمة. طبعا السمار ده جميل جدا، هتشوفوا الفراخ لو النور شغال كانت الفراخ تحفة فيه كده وطعمه حلو، كان كل واحد ياخد حتة من حلاوته. ما شاء الله يا جماعة. شايفين الصوص بتاع الفراخ قد ايه جميل جميل وتحفة في الاكل وحلو جدا بالرز او المكرونة او العيش. كان نفسي اقطع لكم عليها خضار بس قطعة النور لخبطتنا. وصينية الفراخ موجودة. وهنا بقى عملت طبق رز صغير وقطعة فراخ ومعلقة رز بسلة ومعلقة سلطة زي ما انتوا شايفين. وطبعا مفيش نور، الدنيا ضلمة، انا بصور لكم على الضلمة، بحاول ان انا اصور باضاءة التليفون. سامحونا اليومين دول ان شغلنا كله بقى كده، في وسط الشغل وفي وسط التصوير النور يقطع علينا. معلش بقى يا جماعة البرد مخلص عليا. المهم زي ما انتوا شايفين، فلسه هاكل بقى بالمعلقة وادوق كده واوريكم بقى الفراخ عامله ازاي. كفايه ريحتها تجنن. طبعا هنا ولادي كانوا عاملين ياخدوا مني كده من الطبق ويسرقوا كده في اللحمه والحاجه اللي ورايا، اقول لهم طب اصبروا اما اصور. ريحتها تحفه بصراحه وطعمها جميل جدا. معلش بقى على الالوان لان انا قلت لكم النور قاطع يا جماعه، النور قاطع. صلوا على النبي بقى وتعالوا نشوف الفراخ. انا لسه هقطع بالمعلقه، بنتي بتقول لي يا ماما، قلت لها والله لا اقطع بايدي، احنا كلنا بناكل بايدينا، احنا هنقطع بالمعالق؟ ده كفايه الفراخ كده واحنا بنشدها كده ومستويه وجميله زي العسل لما تتقطع كده. ده الفراخ كانت مولعه نار، انا ما كنتش عارفه امسكها. بصوا انا بقطع فيها بالعافيه مش قادره امسكها، سخنه جدا، يعني لو النور كان شغال كنت شفت كميه البخار اللي طالعه منها. سخنه ومش قادره ان انا يعني اعملها بالمعلقه، لا ناكل بايدينا يا جماعه. اوعى تنسوا الاشتراك وتفعيل